ازيكم عاملين ايه؟ بقالنا كتير ما نزلناش أي كونتنت هنا على الشانل. معلش أنا آسف، الفترة اللي دي كنت مشغول شوية زيادة. احنا هنتكلم النهاردة على حاجة كان في ناس الفترة الأخيرة بدأت تسأل عليها أسئلة كتير، ازاي الشهادة ايه هي وأذاكر لها ازاي. فاحنا هنتكلم النهاردة على الشهادة وازاي تذاكر لها، مين المفروض ياخد الشهادة دي، وهل أنا محتاجها ولا لأ. أول حاجة هي Certified Cyber Security، دي شهادة جديدة عاملاها ايزك سكوير، وكانت منزلة للشهادة برضه تريننج اونلاين في مبادرة عاملين إن هي 1 مليون فري ايزك سكوير سيرتيفايد سايبر سكيورتي أو سي سي. الشهادة من الشهادات الكويسة أوي والجميلة أوي، بس هي في نفس الوقت هي بيجنر بس. يعني هي بيجنر مش لحد بره السكيورتي او لحد بره الاي تي عموما. هي محتاجه شويه فهم، شويه مبادئ. هي المفروض ان هي بتديك المبادئ دي، بس هي الامتحان بتاعها مش سهل قوي. اول حاجه ده اللينك هيبقى موجود تحت الفيديو عشان الريجستريشن اللي ما سجلش قبل كده. الشهاده بتناقش 5 دومينز: السكيورتي برنسبل، والبيزنس كونتينيوتي والديزاستر ريكفري والانسيدنت ريسبونس والاكسس كنترول والنتورك سكيورتي والسكيورتي اوبريشنز. كل دومين من دول في تحته سب او كومبوننت او اوبجكت او سب دومين بيتكلم عن حاجه معينه في الانفورميشن سكيورتي. هم بيحاولوا بالشهاده دي ان هم يدوا النولج بتاعه الانفورميشن سكيورتي كلها ككونسبتس. لو حد لسه هيبدا جوين جديد في الفيلد بتاع انفورميشن سكيورتي، فلو انت حد لسه بادئ جديد في الانفورميشن سكيورتي، الشهاده دي هتبقى من الحاجات الكويسه قوي. ولو انت حد قديم، مش هيبقى عندك اي مشكله خالص ان انت تبدا تذاكرها. بالعكس، انت ممكن تلاقي شويه حاجات تشالنجينج شويه بحكم الدومينز اللي هنا مش هي دايما اللي بتبقى ريفلكتد في الشغل على الارض يعني انت لو انت اي تي سكيورتي هتلاقي في هنا شويه كونسبتس هي مش موجوده عندك. لو انت انفورميشن سكيورتي المفروض تلاقي اغلب الحاجات. لو انت نتورك، لو انت سيستم ادمن، لو انت اكسس كنترول، هي هتلاقي الحاجات بعيده عنك. بس هتلاقي هنا الجزء بتاعك، يعني هتلاقي في السكيورتي اوبريشن موجود، بيتكلم عن حاجات ليها علاقه بال بالنتورك وازاي تسكيور النتورك بتاعتك والانفراستراكشر بتاعتك. الاكسس كنترول وازاي تمانج الاكسس والار باك يعني تفاصيل كتيره كده من التريس كنترول والسيجريجيشن اوف ديوتيز والحاجات دي كلها من برسبكتيف سيكيورتي. الشهاده زي ما قلنا هتبقى حلوه قوي لو انت لسه حد بيجنر. بيجنر دي يعني انت لسه حد في الكليه، حد لسه مخلص الكليه في مجال ريليتد بالانفورميشن تكنولوجي. لو انت حد بتحاول تسويتش من اي تي نتورك، اي حاجه ريليتد بالاي تي سيرفيس ديسك سبورت سيستم ادمن، وعايز تسويتش الحته بتاعت الانفورميشن سكيورتي او عايز تنهنس النولج بتاعتك في الانفورميشن سكيورتي، فالشهاده دي هتبقى لطيفه قوي كمذاكره مش كامتحان، لان هي زي ما قلنا هي كشهاده كامتحان. هي تصنيفها بيجنر، فهتبقى حلوه لحد لسه بادئ الكارير بتاعه، او حد عايز نولج وفيريفاي نولج بتاعته دي بسيرتيفيكت. الشهاده او الامتحان بتاعها بقى، هو المفروض ان هو بيناقش الدومين. يعني هو هنا بيقول لك السيرتيفيكت اكزامينيشن ويت، اللي هو بيقول لك السكيورتي برنسبل 26%، البيزنس كونتينيوتي 10%، الاكسس كنترول 22، النتورك سكيورتي بلا 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 لحد ما توصل 100%. هي الامتحان من السكور بتاعه من 1000، والباسكت سكور من 700. تحت كده هيبقى لا، امتحان مدته ساعتين، في 100 سؤال مالتيبل تشويس كلهم. لازم يبقى فيه تيست سنتر سيرتيفايد تيست سنتر، ولازم يبقى معاك الفيريفيكيشن بتاعك الاي دي لازم او الباسبور. لازم يبقى معاك 2 اي دي، ده الطبيعي بتاع بي بي يعني. آه،
نتكلم بقى شويه عن الامتحان بتاعها غير الحاجات اللي تحت دي. انت في عندك في اخر كل شابتر في المذاكره بيبقى فيه شويه اسئله. شويه الاسئله دي مهمه. هو كده كده الامتحان هو مش هيطلع حاجه بره الفايف دومينز دي، هم ريستريكتد بالدومينز دي. بس ايزك سكوير الامتحان بتاعتها مختلفه شويه. عشان تقدر تعرف شكل الاسئله بتاعتها وتتدرب عليها، اقرب حاجه ليها موجوده السيزم. واعتقد دلوقتي في شويه اسئله موجوده، يعني بتديك نفس ايه اسمها ايه الاكسبيرينس بتاعت السي سي، لان هي كانت لسه جديده فما كانش في اسئله كتير موجوده. عندنا هنا الويب سايت ده سيرت مايك شابل، هو اوريدي عنده جزء للسيرتيفايد سايبر سكيورتي، ايزك سكوير سيرتيفايد سايبر سكيورتي. ممكن تبص عليها. شكل الاسئله بيبقى عامل ازاي، وممكن تساين اب للحاجات الفري، بيبعتوا اسئله وايميلات وحاجات زي كده. ممكن تدور على الانترنت تاني هتلاقي اسئله كتير. بس الاسهل انت مش محتاج تدور على اسئله كتير، لان هي كل حاجه موجوده في الكورس بتاعهم. آه، هو بيغطي كل حاجه. اهم حاجه بس تفهم الكونسبتس الموجوده كويس. تبص على شويه اسئله من الاسئله اللي موجوده في امتحانات بتاعه السيستم، لان هي الكونسبت واحد. هو بيتوهك شويه، بس ايه هو الكونسبت في الاول وفي الاخر واحد. هو بيحاول يشوف انت فاهم ولا مش فاهم. آم، الامتحان بصراحة لطيف، والكورس نفسه المحتوى اللي بتقدمه ايزك سكوير في الكورس الاونلاين بتاعهم جميل جدا. المنهج حلو ومنظم، كتير شوية او كتير شويتين. محتاج شوية وقت حلوين تذاكرهم فيه. بس انت هتبقى مستفيد جدا جدا جدا، سواء انت لسه حد بتحاول تدخل جديد في مجال السكيورتي، او انت حد اوريدي بيجنر في يعني هتبقى بيجنر في مجال السكيورتي، سواء فريش او بتسويتش من ديفرنت اي تي اريا. ولو انت حد عندك اكسبيرينس، فالموضوع لطيف وحلو. على حسب الحته بتاعتك اللي انت فيها واخد فيها اكسبيرينس فين، هتلاقي هنا في حته ناقصاك. هتلاقي التريننج بتاع السيرتيفيكت دي بيقدر يعمل لك كفر ليها. بس الموضوع ده باختصار، يعني أنا قلت أعمل بريف صغير عن السيرتيفيكت والامتحان بتاعها، برضو من غير ما نفايوليت الاسكس بتاعت ايزك سكوير. السلايد اللي انا او الويب سايت اللي انا فاتحه ده بتاع ايزك سكوير، وهم ليهم كل الكوبي رايتس بتاعتها. آه، أتمنى أكون قدرت أفيدكم بحاجة بسيطة، ولو في حد عنده أي أسئلة ممكن يبعت لي على التليجرام، أو يعمل كومنت في السؤال بتاعه، وإن شاء الله يعني إن شاء الله أقدر أرد عليه. شكرا.